السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. في فيديو النهاردة هنلخص أحداث مباراة المنتخب اليمني الأولمبي ضد فريق الرجاء المصري، فريق من الدرجة الثانية أي نعم، ولكن الودية ليها استعدادات وليها مكاسب وليها فوائد كبيرة جدا. المباراة ما كانتش مذاعة، بس أنا هقول لك ما هي المكاسب من هذه المباراة، كمان الاستعدادات القادمة والاستحقاقات القادمة للمنتخب الأولمبي. وكمان عايز أكد على حاجة مهمة جدا، لسه سكوب ما استقرش على القائمة النهائية، في مواجهات هتكون داخلية داخل المعسكر الحالي بالقاهرة، وفي مواجهات هتكون في السعودية. ولكن النهارده عايزين نتكلم عن هذه المباراة ونوضح كمان موعد مباراة المنتخب اليمني للناشئين امام المنتخب الفيتنامي اللي هتكون البروفة الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس آسيا للناشئين. هنوضح تفاصيل كتيرة جدا داخل الفيديو، ولكن قبل ما نتكلم عن اي تفاصيل عايزين نبدا كلامنا زي ما احنا متعودين دايما، نبدا كلامنا بالصلاه على افضل خلق الله. اللهم صل وزد وبارك على افضل خلق الله سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في العالمين انك حميد مجيد. ولو انت اول مره تتابعني تنزل بقى تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات واضغط بقى على زر اللايك عشان يصلك كل جديد مني باذن الله. يلا بينا نبدا، يلا بينا. بسم الله. المنتخب الأولمبي اليمني تحت سن 23 عام بقيادة سكوب وكمان مساعده محمد الزريكي بيستعد إلى بطولة غرب آسيا التي سوف تلعب في العراق، اللي هتتلعب الشهر القادم بإذن الله، والقرعة هتكون يوم 2 من بداية الشهر القادم بإذن الله وهو الشهر السادس. كمان بيستعد لتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، واللي خلاص عرفنا مجموعة المنتخب اليمني الأولمبي اللي جاء في المجموعة الثالثة بصحبة مين؟ بصحبة فيتنام اللي كل المواجهات هتكون على ارضها، وسنغافورة وغوام. يعني عندنا مشوار حافل من اللقاءات المهمة جدا تحت قيادة هذا المدرب العفريت او اللي تقدر تقول عليه كده الماكر، اللي بيقدر يحقق كل النتائج الايجابية مع هذا المنتخب الواعد. عايز اقول لك لقاء النهارده كان عباره عن وحده تدريبيه، ايوه وحده تدريبيه. النهارده اللقاء ما كانش فيه نديه قويه جدا، يمكن اللقاء خلص من بدري قوي عندما تقدم صقر الحربي للمنتخب الاولمبي اليمني، وكمان ضاف الهدف الثاني يوسف الحيمي. وهنا خلاص ابتدى سكوب يفكر في دكه البدلاء، ابتدى يجرب عدد كبير جدا من اللاعبين، ابتدى يفكر كمان ان هو يستخدم بعض التكتيكات المتغيره، سواء بقى اسلوب لعب، طريقه لعب، بيحاول بقدر الامكان ان هو ينوع في الهجمات. وهنا سكوب الغرض من هذه المباراه ليس الفوز العريض، ليس الانتصار، وليس يعني ان هو يحقق ارقام كبيره جدا امام الجماهير اليمنيه، بل بالعكس هو عايز يحقق حاجات اكثر فوائد، وهو الاعتماد على ركائز اساسيه، ان هو يكون عنده اخطاء يعالجها، كمان معدل اللياقه البدنيه مهم جدا عشان يكون عنده اللاعب الاكثر جاهزيه خلال بطوله غرب اسيا للمنتخبات الاولمبيه اللي هتكون في العراق. وخلاص كلها ايام قليله جدا وهتبتدي هذه البطوله. طبعا يهمنا جدا الظهور الرائع للمنتخب اليمني الاولمبي في بطوله غرب اسيا في العراق، وهننتظر القرعه هتشوف مين هيقع مع مين، ولكن ان شاء الله القادم يكون افضل. عايز اقول لك ان المباراه الوديه دي مش هتكون الاخيره، بل بالعكس هيكون في مواجهات لسه داخل معسكر القاهره، هيكون بعد كده في معسكر اخر في السعوديه، ثم السفر الى العراق. عايزين بقى نتكلم عن المنتخب اليمني الناشئين، واللي خلاص اعلن الاتحاد اليمني عن موعد مباراه المنتخب اليمني الناشئين مع فيتنام، واللي هتكون البروفه الاخيره قبل انطلاق بطوله كاس اسيا. عايز اقول لك بعد الفوز على السعوديه فرحه جماهيريه يمنيه غير عاديه، حتى لو مباراه وديه، ولكن الفرحه بتاتي عندما يكون المنتخب اليمني في حالته الفنيه، في حالته المعروفه، حتى في حالته اللي شايفها الجمهور اليمني اقوى المنتخبات العربيه، اللي بجد يستحق ان هو يكون من ضمن التصنيف الاول كمان على منتخبات كبيره جدا. يعني المنتخب اليمني للناشئين لا يقل يعني قيمه عن اي منتخب من ضمن المنتخبات المتواجده في قاره اسيا، وكمان منتخب واعد وبشده، وننتظر نتائجه الايجابيه في بطوله كاس اسيا القادمه. طيب مواجهه فيتنام هتكون امتى؟ هتكون يوم 10/6 باذن الله. المباراه هتكون في فيتنام، وبعد انتهاء هذه المباراه ب 48 ساعه سوف ينطلق بعثه المنتخب اليمني الى تايلاند من اجل الاستعداد والمشاركه في نهائيات كاس اسيا. كل التوفيق لكل الفئات العمريه للمنتخبات اليمنيه سواء اولمبي او كمان ناشئين. نتفائل خير وننتظر الخير في
لقاءات المنتخب الاولمبي سواء في بطوله غرب اسيا او التصفيات الاسيويه القادمه، او كمان في بطوله كاس اسيا للمنتخب اليمني الناشئين. وبجد كلنا هنكون في انتظار مثل هذه اللقاءات القويه جدا، لان احنا عايزين نروح كاس عالم وعايزين كمان نتوج بهذه البطوله. انتظرونا في تغطيه كامله متكامله عن كل الاحداث، لقاءات وديه كامله متكامله عن كل الفئات العمريه للمنتخبات اليمنيه. في النهايه بشكر اخواتي واصدقائي على المتابعه الجميله، بشكرك جدا جدا من قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.